السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا بنات؟ ان شاء الله النهارده هنعمل الجبنة في البيت بطريقة حلوة جدا، سهلة جدا جدا، اي حد فيكم ممكن يقدر يعملها، وكمان ناجحة جدا. وكفاية انها معمولة في البيت، نظيفة وضامنة نظافتها وكل حاجة. ودي جبنة بخيرها طبعا، حليب صافي، لا فيه اي مواد اضافية ولا اي حاجة خالص. اهم حاجة الحليب يكون من عند ناس فلاحين، بلاش من السوبر ماركت، لان بتاع السوبر ماركت تحس ان هو بقى عامل زي المية وما عادش مضمون خالص. فمن الاحسن ان انت تجيبيه من عند ناس فلاحين. ما شاء الله الجبنة طالعة حلوة جدًا، جدًا، وكأنِك بتاكلي حتة قشطة كده. طعمها حلو جدًا. دلوقتي أنا هاعمل 2 كيلو حليب، تمام. أنتِ ممكن تزودي الحليب، هتضاعفي المقادير اللي إحنا هنحطها. معايا 2 كيلو حليب، ضِفت عليهم 4 معالق كبار ملح. أنتِ لو عايزة تقللي ملح ما فيش مشكلة طبعًا، بس أنا باحب ملحها كده. هي كده ملحها بالنسبة لي مضبوط. أنتِ لو عايزاها دلع شوية هتحطي معلقتين 2 بس ملح، لكن كيلو الحليب عليه معلقتين من الملح. لو عايزة تقللي الملح يبقى كيلو الحليب عليه معلقة من الملح. خلاص، يبقى 2 كيلو حليب، حطيت عليهم 4 معالق كبار ملح، وكمان قطعتِ قرن من الشطيطة كده. لو حابة تستغنى عنه طبعًا ما تضيفيهوش، بس أنا باحبه في الجبنة، بيدّي لها ريحة وطعم حلوة جدًا. قطعته بقى صغير زي ما انتوا شايفين كده، وهضيفه مع الحليب. انا حطيت الحليب يدفى الاول، يعني زي دمع العين كده على النار. وبعد كده شيلته وحطيت عليه الشطيطه زي ما انتوا شايفين كده. هضيف كمان 4 معالق كبار من المنفعه. المنفعه دي موجوده في عطاره الصعيدي، حلوه جدا، وقدامكم انا مجرباها اهوت، لا بوظت لي الجبنه ولا اي حاجه خالص. عشان الناس اللي بتشتكي من المنفعه بتبوظ لهم الجبنه وكده، دي ما بتبقاش حلوه يعني. آآ ف فأنا ضفتها كده 4 معالق كبار، وهاسيب الحلة كده في جنب، وهاغطّي عليها وهاسيبها لمّا الجبنة تمسك معايا حلو جدًا. وبعد كده هنشوف هنعمل إيه. هاقول لكم المقادير تاني. حطيت 2 كيلو حليب على النار لغاية ما دِفى كده زي دمع العين كده، وضِفت عليهم 4 معالق كبار ملح، وكمان قرن شطيطة كده متقطّع صغير، وضِفت كمان 4 معالق كبار من المنفعة. جبت بقى المصفى، حطيتها في حاجة كده تكون عالية شوية، ما تكونش المصفى نازلة فيها، علشان الشرشة اللي هتنزل ما توصلش للجبنة. فاهمين قصدي؟ حطيت بقى شاش أو طرحة عندِك قديمة ما بتستعمليهاش، أيًا حاجة إن أنتِ هتحطي فيها الجبنة، هنضيفها في المصفى كده، وهنضيف عليها الجبنة بالشكل ده، هنضيف في قلبها الجبنة. شايفين الجبنة ماسكة وحلوة جدًا، والقرن الشطة اللي أنا ضفته مخلي الجبنة ريحتها حلوة جدًا، جدًا، وطعمها كمان جميل. شايفين بقى ما شاء الله اللبن تقيل وحلو جدًا، ومخلّي الجبنة طعمها حلو أوي. طبعًا أنتِ ممكن تعملي كمية عشان رمضان، هتحطّها في جردل، والشرشة اللي هتطلع منها هتضيفي عليها معلقتين ملح، وتقلّبيها كويس، وتضيفيها عليها وتقفلي عليها الجردل كويس جدًا. وما تفتحيش عليها بقى إلا على رمضان إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين. قلّبتها بس تقليبة كده عشان الفلفل كده اللي أنا حاطاه يبقى في الجبنة كلّها. دلوقتي هاقفّل عليها بقى كده كويس جدًا. هنلم بس كده الطرحة أو الشاش اللي أنتِ بتعملي فيه. لو أنتم مكملين معايا الفيديو لحد هنا، يا ريت يا بنات تعملوا لايك للفيديو، عشان بس الفيديو المشاهدات قليلة جدًا، والفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. دلوقتي خلاص هاحط عليه بقى حاجة تقيلة، أي حاجة تقيلة عندِك، ممكن حلة تملاها مَيّة تحطيها، أي حاجة تقيلة عندِك حطّها في الجبنة كده علشان إيه، تنزّل أي شرشة فيها. أنا جبت الحلة اللي أنا كنت عاملة فيها الجبنة كده، وضفت فيها شوية مَيّة، وحطيتها فوق منها كده. طبعًا أنا كنت عاملاها بالليل، هاسيبها بقى لمّا للصبح. أنا دلوقتي تقريبًا كنت الساعة 10:00 فهاسيبها لمّا للصبح. الصبح أنا عملتها على الساعة 10:00 أو 11:00 كده الصبح، طلّعتها، شِلت منها طبعًا، شِلت الجبنة حطيتها في طبق، وبقت معايا بالشكل الجميل اللي أنتم هتشوفوه ده. ما شاء الله حلوة جدًا، جدًا، طعمها مش قادرة أقول لكم جمالها. هاسيبكم أنتم تجربوها وتقولوا لي إن شاء الله رأيكم في الكومنتات.
وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هقطعها بقى بالشكل ده كده. اللهم بارك. قشطه بجد حلوه جدا. شايفين الجبنه عامله ازاي؟ بسم الله. شايفين؟ اللهم بارك. حلوه جدا. شايفين قطعه الجبنه ماسكه نفسها وحلوه وطعمها حلو. كفايه ان هي بخيرها، وكفايه ان انت اللي عاملاها ونضيفه وضامنه نظافتها وعارفه انت عاملاها ازاي. وان شاء الله تعجبكم. جربوها بامر الله. يا رب النهارده وصفتي تكون عجبتكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي. وان شاء الله اشوفكم بخير في وصفه جديده. مع السلامه.